انا جيت. يا مساء الأنوار. لو شغال ستوك كنترول أو طبع المخزون بأي شكل، فأكيد تحتاج تطلع الأنواع دي من الشيتات. تحتاج تطلع المنتجات اللي الكمية فيها قليلة، أو اللي قرب تاريخها ينتهي، أو اللي تبع مورد معين أو فواتير معينة. وعشان تعمل كده زمان كنت بتفلتر يدوي، تعمل كوبي بيست وتضيع وقت ومجهود. بس دلوقتي عندك دالة اسمها فلتر تسهل علينا الكلام ده. تعال نشوف بنعملها ازاي. تعال. قدامنا جدول مخزون وفيه أكتر من 100 صف، بس أنا عايز أطلع المنتجات بس اللي الكمية فيها أقل من 10، يعني بمعنى أصح المنتج اللي محتاج إعادة طلب. فأنا عندي هنا شيت عامل فيه إعادة الطلب وكاتب فيه العناوين بتاعتي. هبدأ هنا بقى أكتب الدالة بتاعتي. هيبدأ يقول لي الاري بتاعك فين، المجال بتاعك فين، او الجدول بتاعك فين. فاروح على المخزون بتاعي وهحدد له، وهتاكد ان انا ما باخدش معايا الهيدر، واحدد له وادوس كنترول مع شيفت مع زرار السهم لتحت يحدد لي هو الباقي كله بدل ما انزل يدوي. بعد كده فاصله منقوطه. الانكلود او الشرط اللي انت عايز تحققه ايه، اقول له والله ان الكميات بتاعتي تبقى اقل من 10. خش على بعد كده بيقول لك اف امبتي. لو ما لقيتش الحاجه دي هعمل ايه، هقول له خلي الخليه عندي فاضيه، ادوس له هلاقيه طلع لي الحاجات اللي كمياتها اقل من 10. طيب ايه الطعابه والحلاوه دي، اقسم بالله. انا مثلا ناخد مثلا اول صنف عندي دوت. تعالوا نروح نغير كميته في المخزون. فاول صنف اهو الكود بتاعه دوت، وهو كميته 6، خليه 11 مثلا، ادوس له نروح نبص على اعاده الطلب، هلاقي الصنف ما بقاش موجود عندي. فاي تغيير بيحصل في المخزون هيسمى عندك في اعاده الطلب. مش محتاجة حاجة يعني. وبمجرد ما ضغطت له انتر طلع لي قائمه جاهزه فيها بس المنتجات اللي انا محتاج اعمل لها اعاده طلب. ولو البيانات اتغيرت القائمه بتتحدث اوتوماتيك. فزي ما شفنا لما غيرنا كميه منتج من هنا القائمه اتحدثت اوتوماتيك، لما رجعناها تاني المنتج رجع عندي تاني. ونفس الفكره لو انا عايز اعمل سيرش عندي بالفواتير مثلا، فانا عندي شيت هنا انا عامله بناء على الفواتير بتاعتي، طلع لي الاصناف الخاصه بالفاتوره دي. هي معادله احنا كاتبينها فوق هنا للتوضيح. تعالى نكتب مع بعض المعادله ونشوف. واحنا هنا عاملين دروب داون ليست بالفواتير بارقام الفواتير بتاعتي. فتعالى مثلا نختار رقم الفاتوره ديت، وهاجي الخليه بتاعت الانفويس نمبر واكتب له بيساوي داله فلتر. بيقول لي برده الاري بتاعك فين، المجال بتاعك فين. اقول له المجال بتاعي هنا في الشيت اللي في المخزون، واتاكد ان انا مش واخد العناوين معايا. بعد كده بيقول لي الانكلود بتاعك فين. اقول له انا المره دي هتكلم على ارقام الفواتير، فيبقى الانفويس نمبر. وهنا بقى مش هقول له ولا اكبر منه ولا اصغر منه، انا هنا هقول له سرش لي بناء على ارقام الفواتير اللي موجوده عندي. هاجي هنا واقول له ارقام الفواتير الموجوده عندي في الخليه دي. انا بقول له لو لقيت الرقم دوت يساوي حاجه في العمود دوت، هات لي الحاجات اللي هو بيساويها. وبعد كده بيقول لي اف ام بي تي، اقول له لو ما لقيتش حاجه خلي لي الخلايا فاضيه، وادوس له طلع لي الحاجه الخاصه بالفاتوره. وعلى حسب ما هغير الفواتير على حسب ما هيجيب لي المنتجات بتاعتي. ولو دلتنا دوت هيجيب لي ان الخليه فاضيه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فدالة فلتر بتسهل عليك، فانت تقدر تعمل تقارير يوميه او قوائم مراجعه للمشتريات في لحظه ومن غير مجهود. فدالة فلتر دي كنز في الاكسل، تخليك تطلع البيانات اللي انت محتاجها بسرعه ودقه، مع كمان تحديث تلقائي للبيانات خصوصا في اداره المخزون. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل زر الجرس، واستنوني في فيديوهات تانية بالاكسل. سلام.